ايه الفرق بين اللورد دومينيك والترمينيوس وامتى اجيب ده وامتى اجيب ده؟ نزلت فيديو من كام يوم لكوجماو، شرحته بالتفاصيل بالايتمز بتاعته ازاي تموت التنكات ببيلد اون هيت اللي هي بتعتمد على الاتاك سبيد اللي هو عدد الضربات، ملهاش علاقه بالابيلتيز ولا بالاتاك دامج. دي بس بتعتمد على عدد ضربات بتشغل ايتمز معاك بتجيبها. لقيت ناس كتير بتقول لي انت ازاي مش جايب لورد دومينيك، ازاي ما من غير لورد دومينيك، كومنتات كتير طبعا. فتقريبا كل دول مش فاهمين الفرق بين الاثنين. خليني اشرح ايه الفرق بين الاثنين وليه جبت دي وما جبتش دي. نيجي للود دومينيك الاول، ودي الاستاتس بتاعتها 35 دامج، 35% ارم بنتريشن بتقللهم من الانمي اللي قدامك، وكمان 25% كريتيكال. الباسف بتاعها هي ان انت بتعمل دامج اعلى على التنكات اللي هي جايبه هيلز زياده عن الهيلز بتاعها 1500. يعني ايه؟ يعني انا لو جايب ايتمات تانية فيها هيلز بتزود لي الهيلز بتاعي، وجبت ايتمات اجمالي الهيلز بتاعها 1500، فهنا هيبدا يطلع البونص بتاعك دامج لو انت جايب اللورد دومينيك زياده 15%. ده اللورد دومينيك. طب امتى اجيبها؟ اجيبها مثلا لو انا بلعب تشامبيون زي جينكس، تويتش. معظم الادسات اللي انا بعتمد على الاتاك دامج وكريتيكال تشانس. نيجي للستاتس بتاع التيرمينوس، وهي ان هي بتديك 30 دامج اقل من اللورد دومينيك ب 5 دامج، لا شيء يعني، وبتديك 35% اتاك سبيد. والسبيد ده مهم قوي مع حد بيعتمد على البيلد اللي هي اتاك سبيد اللي هي الاونهيت زي ما قلنا بتاع كوماو، او كايسا، فاروس، مستر يي. اي حد بيعتمد على البيلد اللي هي الاونهيت، وفين برضه، لان انت هنا بتحتاج ان انت تضرب اوتو اتاكس كتير جدا. ال 35% اتاك سبيد مع البيلد اللي اتاك سبيد كتير قوي، فاكيد مش هستفيد بايتم زي دي مع جين وانا مش بلعب اتاك سبيد، او جينكس وانا بيكون معايا اتاك سبيد كفايه. هحتاج الكريتيكال تشانس اكتر من الاتاك سبيد اللي في الترمينيوس. فالترمينيوس هنا بتفيد بس اللي انا شرحتهم دول. ده بالنسبه للستاتس. نيجي بقى للبازف الاهم. الترمينيوس فيها بازفين. اول بازف ان هي بتديك بونس ماجيك دامج على كل اوتو اتاك بتعملها 30، يعني كل اوتو اتاك انت بتطلع ماجيك دامج. وكل الايتمات اللي هي جايبها بكوجماو دي برضه فيها نفس البونس ده، فانت بتطلع ماجيك دامج عالي زي ما انتم شايفين كده. الاوتو اتاك تقريبا الفيزيكال دامج بتاعها 72 والماجيك دامج 100 حاجه و70. يعني انا دلوقتي بعمل ماجيك دامج اعلى من الفيزيكال دامج، وده طبعا عشان كوجماو الدبي بتاعته بتطلع بونس ماجيك دامج اصلا. فالبيلد دي مش تنفع لكل الشامبيونات اللي انا شرحتهم بس. فانتم متخيلين ان انا هنا بطلع ماجيك دامج اعلى. طب انا هستفاد برضه بايه بالترمينيوس؟ الباسف التاني بقى الاهم هو بتاع الترمينيوس، هو ان بيديك ارمون بنتريشن وماجيك بنتريشن، وكمان بيخليك تانك. اشرحها بالتفصيل. في حاجه اسمها لايت ودارك اتاكس. كل اوتو اتاك بتعملها ضربه بتطلع لايت وضربه بتطلع دارك وهكذا. دول بقى بيدوك ايه؟ اللايت اتاكس دول بيدوك ارمور وماجيك ريزيست، بيخلوك تانك شويه في الفايت، بتوصل تقريبا من 25 ل 30 ارمور وماجيك ريزيست، فبتبقى تانك شويه. اما الدارك اتاكس دي بتديك ارمور بنتريشن وماجيك بنتريشن اللي بيقلل الارمور والماجيك ريزيست بتاع فهنا الترمينيوس بتقلل الارمور والماجيك ريزيست، لكن اللورد دومينيك بتقلل الارمور بس. والبيلد دي تاني بتعمل ماجيك دامج، فانت هتقلل الارمور والماجيك ريزيست بتاع الانمي مع بعض. اللورد دومينيك فيها 35% ارمور بنتريشن، دي فيها 30% ارمور بنتريشن و30% ماجيك بنتريشن. فانا هنا هحتاج الترمينيوس مع البيلد دي عشان خاطر البونس ماجيك دامج اللي هو البازف التاني. فيها اتاك سبيد انا هحتاجه، مش هحتاج الكريتيكال تشانس لان البيلد دي ما فيهاش كريتيكال تشانس، فايه اللي يخليني اجيب له الدومين. وكمان هتخليني تانك شويه لان انا ببقى معايا لايف ستيل ومحتاج اطول في الفايت عشان اضرب عدد ضربات اكتر، غير ان انا هقلل برضه نفس نسبه الارمر. 30% ارمر زائد 30% ماجيك ريزيست. فهل دلوقتي انت لسه مقتنع ان اللورد دومينيك اهم ترمينيوس مع البيلد اللي هي بتعتمد على الاوتو اتاكس؟ عايزكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات. وبستريم يوميا من الساعه 10 بالليل لحد الصبح على كيك وتيك توك، الاسم على الشاشه. ولو عايز نشرح حاجه تانية ممكن تكتب لي في الكومنتات، واعمل منشن لصاحبك اللي محتاج يفهم الفرق بينهم. وشكرا.